الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في ضيافة شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستحب للمؤمن في هذه الليلة إن شاء الله، وهي ليلة الخميس، أن يصلي صلاة ليلة 19 من شهر شعبان، وهي صلاة عظيمة جدا فيها غفران الذنوب، وكذلك هي بسيطة. ولذلك يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى هذه الصلاة غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ويتقبل ما يصلي بعد ذلك. وإن كان له والدان في النار، إذا عندك أبو وأم في النار، أخرجهما ببركة هذه الصلاة، صلاة ليلة 19 من شهر شعبان. كيفية هذه الصلاة؟ أرجو الالتفات من الأخوة والأخوات. هي ركعتان مثل صلاة الصبح، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، وآية 26 من سورة آل عمران، بسيطة جدا. الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآية تقرأها 5 مرات. أكرر: هي ركعتان مثل صلاة الصبح، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، وآية 26 قل اللهم مالك الملك 5 مرات. نيتها كيف؟ تقول: نويت أن أصلي صلاة ليلة 19 من شهر شعبان. وقت هذه الصلاة وقت مفتوح بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، يعني بتقدر تصليها في أي وقت أنت يعجبك بهذا الوقت. فلا تقصروا من هذه الصلاة أيها الأخوة والأخوات، لأنها بسيطة جدا، فيها غفران الذنوب، وكذلك لوالديك